الكل عامل حساب كبير جدا 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 لنادي الزمالك، خصوصا بعد الكلام المحترم اللي قاله كابتن عماد متعب. قبل ما اتكلم في اي حاجه وماتش بكره ماتش سيراميكا، نشوف كابتن عماد متعب المحترم جدا قال ايه عن نادي الزمالك. لما يكون في مهاجم قوي مش عيب خالص انك تقول المهاجم ده قوي، العيب انك تقلل منه. يعني هل في اتنين يختلفوا ان ريال مدريد وبرشلونه الاثنين فرقتين كبار؟ طبعا. هل في اتنين يختلفوا ان ميسي وكريستيانو؟ طبعا. اتنين لعيبه كبار. يعني عشان بس ايه الامور في التنس جوجوفيتش ونادال وفيدرر، هل ثلاثه واخدين بطولات والثلاثه الافضل في العالم؟ كل واحد وليه جمهوره. صعب جدا ان انا اقول لك نادي الزمالك، مستحيل اقول لك نادي الزمالك مش نادي كبير، مستحيل، ما ينفعش اقول كده، ابقى مجنون. نادي كبير بجماهيريه كبيره ببطولات كبيره بالظبط. لكن طبعا احترام لنادي الزمالك واللعيبه نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، اتمنى ان ده يبقى موجود، واتمنى ان ده يبقى موجود في البرامج كلها، ونبعد عن فكره اللعب على وتر الجمهور. المحترم محترم يا كابتن عماد، طول عمرك محترم وبتتكلم وبتجيب سيره نادي الزمالك بكل احترام وبكل ادب وبكل ذوق، عشان كده احنا من هنا بنقدم لك تعظيم سلام يا كابتن عماد متعب. وكمان عجبني اكتر لما اتكلم عن مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي. تعالوا نشوف قال ايه عن ناصر منسي وبعد كده نبقى نعلق على اللي قاله. مفيش حد بيسجل بالطيبه، يعني مفيش حد هيجيب جوان وهيبقى موجود في نادي الزمالك عشان هو طيب. لا، هو مهاجم عنده امكانيات، بيلعب على قدها ومجتهد جدا. ما يعني بالبلد ما بيفتيش. انت لسه قايلها شويه، ما بيفتيش، ما بيجودش، هو بيلعب زي ما الكتاب بيقول، الكره هتيجي انا عايز احطها هنا احطها هنا. خد بالك لما اللعيب بيكون بيجتهد وقافل ودنه وشغال في الملعب، بس ربنا بيكرمه. فعشان كده ناصر ربنا بيكرمه، لان هو شغال بشكل جيد. وزي ما قلت لك، اهم حاجه ان انت تكون عارف امكانياتك ايه وتلعب على قدها. هو بيعمل كده فربنا كرمه. سامع الكلام يا ناصر؟ مستنيين منك بكره هدف او 2 ان شاء الله. نادي الزمالك بكره يعمل ماتش كبير، الماتش من غير جمهور للاسف مش هيكون فيه جمهور عشان يساند نادي الزمالك بكره، لكن كلنا من البيوت هندعم الفريق وكلنا هندعي ونقول يا رب ان شاء الله الماتش بكره ينتهي بفوز نادي الزمالك. ماتش من سلاسل الماتشات النادي الزمالك داخل عليها اللي كلها صعوبه، ولسه كمان ماتشات الدوري يوم الجمعه. نادي الزمالك بيلعب ماتش كل يومين وكلها ماتشات مهمه جدا 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 في البطولات النادي الزمالك مشترك فيها. ان شاء الله الزمالك يصعد دور الثمانيه في كاس مصر ونخطي سيراميكا. خلي بالك يا معتمد يا جمال، سيراميكا هينزلوا الماتش عاملين حساب كبير جدا ليك ولاعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك. ان شاء الله الماتش يعدي على خير، نادي الزمالك يكسب بكره، وبعد كده نشوف ايه اللي جاي من ماتشات صعبه ومهمه جدا جدا لنادي الزمالك.